مشروع سكنات عدل ثلاثة يدون في الجريدة الرسمية، مما يؤكد اقتراب موعد فتح التسجيلات. تابعوا معنا الفيديو للأخير، لكن قبل هذا ما تنسوش الإعجاب وإضافة الحساب. جاء في المادة 98 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في عددها 86 والصادرة في 31 ديسمبر 2023 بإنجاز 50 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار عدل ثلاثة بعنوان السنة الحالية 2024. لهذا لازم تسجلوا مع الأوائل ليتسنى لكم الاستفادة من سكن عدل ثلاثة. وكذا في المادة 101 حيث جاء فيها بأن الدولة تمنح تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار والذين قاموا بدفع 25% من ثمن السكن الإجمالي ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها. هذا يعني أنه اللي يخلص 25% مباشرة من السعر الإجمالي للشقة راح يستفاد من تخفيض من طرف الدولة بنسبة قدرها 10%. والنقطة الثانية لتبين اقتراب موعد فتح التسجيلات هو اجتماع الذي ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي يوم الأحد الماضي 7 جانفي 2024 مع ممثلي عدة قطاعات بهدف دراسة جميع الجوانب التقنية وعرض مختلف الانشغالات المتعلقة بعملية الاكتتاب في صيغة سكن البيع بالإيجار عدل ثلاثة، حيث تم ضبط رزنامة زمنية للقيام بمختلف التجارب التي من شأنها إيجاد كل الحلول الممكنة لإنجاح عملية الاكتتاب. لهذا لا تنسى الإعجاب بالفيديو وإضافة الحساب لتبقى على معرفة بآخر المستجدات المتعلقة بعد